السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال دايما يا رب. إن شاء الله موعدنا النهاردة في مراجعة شهر مارس، أو نقدر نقول فبراير ومارس لطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي بالترم الثاني دفعة 2026. زي ما أنت متعود يا هندسة، إحنا في مراجعات الشهور يعني مش بنركز بقى إن هي تكون مراجعة كبيرة، إن أنا أعمل لك مثلا مراجعة وقتها كبير لأن ده امتحان شهر. انت في الاخر بتمتحنه في حصه او في نص ساعه في وقت بسيط جدا جدا، فبنركز في المراجعه دي على اهم الاسئله المتوقعه والاسئله اللي بتيجي في امتحان الشهر. وبفضل الله تعالى زي كل سنه الاسئله اللي احنا بنعرضها بيجي لك هي او افكار قريبه منها، يعني مش لازم نفس السؤال ولكن هي الافكار دي مع تغيير بعض الارقام، لان ده المحتوى اللي انت لازم تركز عليه في امتحان الشهر. وكعادة امتحانات الشهر يا هندسة بيحصل اختلاف طفيف ما بين المحتوى والتاني، ما بين مدرسة والتانية وإدارة والتانية. ولكن أنا هشرح لك دلوقتي إيه هو المحتوى اللي بنسبة أكيدة موجود في المدارس، وإيه هو المحتوى اللي ممكن بعض المدارس تزيد عنه. وده طبعا بناء على زمايلكم، احنا بنسأل زمايلكم دايما ونعرف. أحيانا يقول لك مش عارف والله أنا عندنا في الجبر لحد المتسلسلات الحسابية، حد تاني يقول لي لا ده داخل المتتابعه الهندسيه، حد تالت وده انا استبعده يقول لك انا داخل لحد المتسلسلات الهندسيه اللي هو اخر درس في الوحده الاولى جبر. عشان كده اصلا انا نزلت الدرس ده بحيث ان لو في اداره هتمتحن فيه تبقى انت مذاكر الدرس كويس جدا جدا. نصيحتي ليك يا هندسه قبل ما تخش امتحانات الشهور، انت المفروض نحلين كتاب المعاصر كاملا بفضل الله تعالى. زي ما قلت لك مش بحب ان انا اجمع لك شويه اسئله من كتاب المعاصر وابتدي اعرضها لك، لا ما هو كده ما عملتش حاجه جديده. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنعتمد اولا على نماذج كتاب المعاصر اللي موجوده في الملحق بتاعه، النماذج اللي هي مراجعات الشهور، دي اول حاجه. تاني حاجه يا هندسه هقول لك الاسئله اللي هي المفروض بنسبه 100% جايه في الامتحان، المحتوى يعني مش الاسئله، مش السؤال ده جاي، لا المحتوى اللي المفروض يجي لك في الامتحان باذن الله تعالى. طيب خلينا نبتدي كده يا هندسه نشرح ونشوف ايه الاكيد. يعني مثلا مكتوب في كتاب المعاصر ان المحتوى من المتتابعات للمتسلسلات الهندسيه، ده مش في كل الادارات. بنسبه 90% من الادارات انت هيجي لك لحد المتسلسلات الحسابيه، خلاص، اللي هم يا هندسه اول 4 دروس في الجبر. ده كده بنسبة بتعدي 90% من المدارس، خلاص. طيب في بعض المدارس بعضها حاجة بسيطة جدا هيجي لهم متتابعة هندسية، ويعني نسبة تكاد تكون بسيطة قوي، يعني أنا مش مقتنع بالكلام ده إن في بعض الناس هيجي لها متسلسلات هندسية، ولكن يعني صعب قوي يعني، تمام. ولكن هو بنسبة كبيرة جدا أقصى حاجة إن هي هيجي لك المتتابعة الهندسية والأوساط الهندسية وهكذا، خلاص كده. ده كده هندسه بنسبه 90% من المدارس. طيب انا وانا بحل دلوقتي في بعض الاسئله في المعاصر على موضوع المتتابعه الهندسيه والمتسلسله، هقول لك ده لو انت مدرستك قايله لك هيجي مفيش مشكله. انا اعرف منين؟ والله ما اعرف. انا بالنسبه لي هندسه المدرسه، او انت طالب في المدرسه فانت بتسال مدرس الماده بتاعك إيه والله يا مستر الامتحان جاي لحد فين؟ فيقول لك والله مثلا لحد كذا لحد كذا. فده اختلاف ادارات مش اكتر، تمام. طيب بالنسبه للتفاضل بنسبه 99% بقى جاي لك لحد قاعده السلسله، خلاص. بعض الادارات داخل معاها مشتقات الدوائر المثلثيه اللي هو الدرس الخامس، وده الحمد لله نازل برضو معانا على القناه. فده بعض الادارات هياخدوا الدرس الخامس، ولكن بنسبه 99% لحد قاعده السلسله. حساب المثلثات مفيش عليه خلاف، معاك اول درسين في كل المدارس باذن الله، ما حدش يعني قال اقل من كده، اللي هو زاويه الارتفاع والانخفاض وتمارين على الدوائر المثلثيه المجموع وفرق زاويتين. ده المحتوى بتاعك يا هندسه اللي انت المفروض تذاكره كويس جدا جدا بامر الله. تعال نسمي بسم الله بقى وخلينا نبتدي في النماذج بتاعتنا. بص، اول سؤال في النموذج يا هندسه بادئ بمتتابعه هندسيه، فالسؤال ده كده اهو، ده متتابعه هندسيه. لو انت الاداره بتاعتك هتجيب متتابعه هندسيه بص على السؤال ده، مش هتجيبه عدي السؤال ده، خلاص. اذا كان الوسط الهندسي للعددين 9 وصاد هو 15 فان الصاد، احنا عارفين ان مربع الوسط الهندسي اللي هو 15 تربيع بيساوي حاصل ضرب الاطراف اللي هم الاعداد دول، يبقى 9 صاد. لو انت عايز الصاد اقسم هنا على التسعه واقسم هنا على التسعه. مع السلامه يا هندسه،
يبقى الصاد بيساوي 15 تربيع مقسوم على التسعة، يعني 25 يا هندسة. يبقى إذا قيمة الصاد ب 25 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ج. خلاص كده زي الفل جدا. السؤال الثاني، وعلى فكرة يعني ده غالبا السؤال الوحيد اللي هتلاقيه في موضوع مشتقات الدوال المثلثية، ده مشتقات دوال مثلثية برضه اللي هو الدرس الخامس. لقيته مفيش مشكلة، يعني انت عندك الإدارة بتاعتك هتجيبه مفيش مشكلة، الإدارة بتاعتك مش هتجيبه طنش السؤال ده. وعلى فكرة خلاص ما عدتش هتلاقي يعني أسئلة قليلة جدا جدا خلاص بقى اللي ايه مش هتلاقيها بعد كده. إذا كان ص بيساوي ظ س فإن د ص د س، د ص د س اللي هي المشتقة بالنسبة لس. مشتقة الظا بقا تربيع نفس الزاوية، في مشتقة الزاوية مشتقة السين بواحد فملهاش لازمة. بس أنا جيت بصيت على إجابات الهندسة ما لقيتش في قا تربيع، الإجابات كلها بدلالة الصاد. طب ما أنا عارف يا هندسة من المتطابقات إن قا تربيع هي عبارة عن واحد زائد ظا تربيع س. تمام، أدي الواحد يا هندسة. الوقت أنا معايا ظا س بصاد، يبقى إذا يا هندسة لو أنا ربعت الطرفين يبقى صاد تربيع بتساوي ظا تربيع س. يعني انا ممكن اشيل الظا تربيع س واحط صاد تربيع، يبقى هي عباره عن واحد زائد صاد تربيع اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ج. خلاص. فاول سؤالين دول يا هندسه للناس اللي داخل معاهم المتتابعه الهندسيه او مشتقات الدوال المثلثيه. طيب تعالى بقى نتكلم في الاهم يا هندسه. بيقول لي اذا كان ص بيساوي س تربيع زائد 2 في 5 ناقص س فإن د ص د س يا هندسة عند س بيساوي 1. دي مشتقة حاصل ضرب دالتين، دي طريقة، أو إن أنت تفكها الاتنين صح. يعني عايز تشتقها ضرب دالتين يا هندسة تمام، عايز تفكهم وبعدين تشتق صح. وكده كده قلت لك طالما في تعويض، يعني هو بيقول لي عند س بيساوي 1، فأي واحدة من الاتنين سهلة. لو ما كانش في تعويض كان الأسهل إن أنا أفكها. خلاص تمام. يبقى أنا بالنسبة لي د ص د س هتعمل إيه يا هندسة؟ أشتقها حاصل ضرب دالتين. هيبقى بالنسبة لي الأولى س تربيع زائد الاتنين في مشتقة الثانية، مشتقة الخمسة بصفر ومشتقة السالب س بسالب 1، زائد يا هندسة الثانية اللي هي 5 ناقص س في مشتقة الأولى، مشتقة الس تربيع أنزل الأس اللي هو 2 وأكتب السين وأقلل من الأس 1 ومشتقة الاتنين بصفر. هو عايز الكلام ده يا هندسة عند س بيساوي كام؟ عند س بيساوي 1. يبقى إذا د ص د س. يلا بينا. هيبقى 1 تربيع بواحد زائد 2 3، 3 في سالب 1 بسالب 3. وهنا 5 ناقص 1 يا هندسة اللي هو بالنسبة لي كام؟ 4. في 2 في 1 ب2. ممتاز. يبقى دي سالب 3 زائد 4 في 2 ب 8، 8 ناقص 3 5. يبقى إذا الإجابة 5 اللي هو الاختيار مين يا هندسة؟ الاختيار ب. بيقول لي إذا كان جاء ألف ب4 على 5 والألف ما بين 0 و90 يعني ربع أول، وجت باء بسالب 12 على 13 والباء ما بين 90 180 يعني ربع تاني، فإن قتا ألف ناقص ب. ما تعاملش مع المقلوبات، القتا مقلوب الجاء، فكده مطلوب مني إن أنا أحسب جاء ألف ناقص ب الأول. ماشي. اللي هي عبارة عن جاء جتا، يبقى جاء ألف جتا باء، الجاء نفس الإشارة يبقى سالب، جتا جاء يبقى جتا ألف جا باء. طيب فهنا مطلوب مني الجا والجتا لكل زاويه، فما فيش مشكله. هنبتدي يا هندسه ان احنا ايه؟ طبعا الاولانيه في الربع الاول ده بالنسبه للالف، والباء في الربع الثاني. فهنبتدي يا هندسه نرسم مثلث للالف بهذا الشكل في الربع الاول، ومثلث للباء في الربع الثاني. ده الالف. الجاء مقابل ب4، الوتر ب5 من فيثاغورس ده 3. طبعا احنا في الربع الاول كله موجب. الربع الثاني ادي الباء يا هندسه، الجتا باء مجاور ب 12، الوتر ب 13 من فيثاغورس دي ب5، وده مجاور على محور السينات السالب يبقى سالب 12، والخمسه مقابل لصاد الموجب. بس كده. ابتدي بقى اعوض يا هندسه. يبقى جاء الف الجاء مقابل على وتر 4 على 5 في جتا باء سالب 12 على 13 ناقص جتا الف. جتا الف مجاور على وتر يبقى 3 على 5 في جا باء يا هندسة مقابل على وتر 5 على 13. بس كده. خلاص. معاك هنا يا هندسة سالب 48 على 65، وهنا معايا سالب 15 على 65، يبقى الإجمالي سالب 63 على 65.
بس خلي بالك ان دي جا أ ناقص ب، انت عايز بقى قطع أ ناقص ب اللي هي عبارة عن 1 على جا أ ناقص ب، يعني مقلوبها يا هندسة. فمقلوب ده يبقى سالب 65 على 63. سالب 65 على 63 اللي هو الاختيار ب. خلاص؟ من الأسئلة المهمة جدا جدا في الدوال المثلثية لمجموع وفرق زاويتين. اللي بعده بيقول له متوسط التغير للدالة دي. في متوسط التغير أو دالة التغير بشوف أنا جايب لي قيمة واحدة ولا قيمتين للسين. عندما تتغير س من 2 إلى 2 ونص سهلة بقى، طالما أنت جايب لي قيمتين يبقى إذا متوسط التغير هيساوي دالة التاني اللي هو دالة 2 ونص ناقص دالة الأول اللي هو دالة الاتنين على التاني اللي هو 2 ونص ناقص الأول اللي هو 2. خلاص كده؟ بس يا هندسة. موضوع سهل جدا طالما معايا قيمتين. هبتدي أعوض هنا عن السين ب 2 ونص، يبقى أنا معايا 2 ونص تربيع زائد الواحد. لما أعوض ب 2 يبقى 2 تربيع زائد الواحد. على 2 ونص ناقص 2 يبقى نص. طبعا ودي الكلام ده كله على آلتك الحاسبة وخلص يا هندسة. 2 ونص تربيع زائد الواحد ناقص 2 تربيع زائد الواحد على النص. 9 على 2 اللي هي بالنسبة لي 4 ونص اللي هو الاختيار مين يا هندسة؟ الاختيار أ بإذن الله. خلاص كده؟ زي الفل جدا. السؤال اللي بعده ده سؤال مهم أوي أوي. بيقول لي متتابعة حسابية فيها مجموع أول 5 حدود ناقص مجموع أول 4 حدود ب 20. وقلنا ده قانون مهم جدا، مجموع أول 5 لو أنا شلت منهم أول 4 يديني الحد الخامس. يعني كأنه بيقول لك إن الحد الخامس ب 20 ودي حسابية، فالحد الخامس اللي هو أ زائد 4 د بيساوي 20. ممتاز جدا. بعد كده بيقول لك ج 8 ناقص ج 7 بالمثل ما هيديني الحد الثامن. لما اجمع اول 8 حدود واشيل منهم اول 7 يديني الثامن. ده عباره عن 29 والحد الثامن اللي هو أ زائد 7 د بيساوي 29. الراجل عايز مني الحد ال 51. ماشي، هحل المعادلتين دول مع بعض بالطرح. يعني انا دلوقتي معايا اهو أ زائد 7 د 29 وأ زائد الأربعة د ب20. هنطرح، يعني أ ناقص أ بصفر، 7 د ناقص 4 د 3 د، 29 ناقص 20 9 على التلاتة على التلاتة مع السلامة، يبقى الدال 9 على التلاتة فيها التلاتة. خلاص؟ هنعوض في أي واحدة، أنا هعوض في اللي تحت يبقى أ زائد 4 د اللي هي 4 في 3 ب 12 بيساوي 20. ودي ال 12 يبقى الألف 20 ناقص 12 8، يبقى أنا جبت الألف. هنا الموضوع سهل، أنت عايز مني الحد ال 51 اللي هو عبارة عن أ زائد 50 د. الألف بكام يا هندسة؟ ب 8 زائد 50 في الدال اللي احنا جبناها ب 3. دول 150 وزود 8 يبقى 158 اللي هو الاختيار د. خلاص؟ دي برضو من الأسئلة المهمة جدا جدا معاك. هنا عدد حدود متتابعة هندسية، يبقى ده سؤال للطلبة اللي داخل معاهم المتتابعة الهندسية. لو أنت طالب مش داخل معاك المتتابعة الهندسية طنش السؤال ده. عدد حدود المتتابعة الهندسية التي حدها الأول 243 والحد الأخير اللي هو لام هندسة بواحد، ومجموع حدودها ده كمان متسلسلات ج ن ب 364. الموضوع سهل. هعمل ايه يا هندسه؟ ركز بقى معايا تركيز كويس جدا. احنا عندنا قانون بيقول لك ج ن بيساوي هندسه لام ر ناقص أ على ر ناقص 1. فالج ن ب 364، اللام اللي هي 1 في ر ما اعرفهاش يبقى دي 1 ر اللي هي ر ناقص أ اللي هي 243 على ر ناقص الواحد. خلاص؟ طيب هنبتدي نضرب مقص يبقى 364 ر ناقص 364 هيساوي ر ناقص 243. 243 ممتاز. هنودي دي كده يبقى 3 6 3 ر ونودي دي هناك يبقى أنا معايا 364 ناقص 243. هذا الكلام ب 121. هنقسم على 3 6 3 وهنا برضو على 3 6 3. دي مع السلامة يبقى الر بيساوي اقسم ده على ده هيديك تلت. ممتاز جدا. طيب
انا دلوقتي يا هندسه وصلت للر. طيب انا دلوقتي هو عايز مني عدد الحدود بيساوي كام؟ تمام. طيب احنا عارفين اصلا ان لام اللي هو الحد الاخير بيساوي الف ر اس ن ناقص الواحد. طب ما هو اللام بواحد هيساوي الالف 243. طب ما انا جبت الر بكام؟ بتلت. دي مرفوعه لاس ن ناقص الواحد. خلاص كده؟ طيب ليها اكتر من طريقه حل. اول حاجه ممكن تقسم على 243 او تخلي ال 243 3 اس كام وتحولها لتوت وهكذا. تعالى نقسم على 243. يبقى 1 على 243. خلي بالك 1 على 243 ال 243 اللي هي 3 اس 5. يعني ده يعتبر تلت اس 5 بيساوي تلت اس ن ناقص الواحد. الاساسي بيساوي الاساسي يبقى الاس بيساوي الاس. يعني ن ناقص واحد بخمسة. ارمي دي يبقى النون بكام؟ بستة. يبقى انا وصلت ان عدد حدودها بيساوي 6 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار أ. من الاسئله المهمه جدا. ده لو جايه لك يعني. اللي بعده بيقول لي اذا كانت الداله اللي قدامك دي قابله للاشتقاق عند س بيساوي 2. دي جمله خطيره. قلنا طالما قابله للاشتقاق يبقى اكيد ان هي متصله. طالما هي متصله يبقى داله الاثنين يمين بتساوي داله الاثنين يسار بتساوي داله الاثنين. وده اول اختبار بنعمله، الاتصال. الاختبار ده لو يعني ما جابليش النتيجه اللي انا عايزها ابتدي اروح بقى ان ده الشرطه 2 يمين بتساوي ده الشرطه 2 يسار. ان هي قابله للاشتقاق يبقى المشتقه اليمنى بتساوي اليسرى. فواحده واحده هنختبر الاتصال. الجزء اليمين اهو هنعوض عن السين ب 2 يبقى 2 تربيع ب 4 في الف يبقى 4 الف زائد 1. الجزء الشمال اهو هنعوض عن السين ب 2 يبقى 4 في 2 ب 8 ناقص 3 5. وعايز الالف خلاص خلصت بجد. هنودي دي يبقى الاربعه الف 5 ناقص 1 ب4 على 4 على 4 مع السلامه. يبقى الالف 4 على 4 فيها الواحد. يبقى اذا قيمه الالف بواحد بكل بساطه وسهوله. خلاص تمام. السؤال اللي بعده ده بقى سؤال زوايا ارتفاع وانخفاض مهم جدا جدا جدا. بيقول لي من قمة تل رصد رجل زاويتي انخفاض قمة برج وقاعدته. أنا كنت على قمة تل ورصدت زاوية انخفاض القمة والقاع. يبقى التل أكبر من البرج. التل أطول من البرج. دي مهمة جدا. بص بقى معايا وركز. يبقى ده بالنسبة لي التل أهو وده إيه؟ البرج. وخلي بالك أنا بقول لك من قمة تل يبقى أنا واقف فوق هنا. قال لك ان احنا رصدنا زاويه انخفاض القمه لقيناها 22. يعني انا وانا فوق كده بصيت على القمه لقيتها 22. ما احنا قلنا بنعمل ايه يا هندسه؟ بنعمل الخط الافقي وبنعمل هنا الخط ايه؟ الافقي. زاويه الانخفاض هي الزاويه المحصوره ما بين الخط الافقي ومد البصر اللي هي دي 22. يبقى بالتبادل دي 22 درجه. ماشي. قال لك ان احنا عملنا زاويه انخفاض القاعده كانت 30. يبقى انا جيت بصيت من فوق برضو على القاعدة دي يا هندسة لقيتها 30. يعني الزاوية دي كلها 30. لو دي 22 يبقى دي 8. دي كلها 30 بتساوي دي بالتبادل يبقى دي كام؟ 30 يا هندسة. ممتاز جدا. قال لك على الترتيب حيث أن قاعدتي التل والبرج في مستوى أفقي واحد فإذا كان ارتفاع البرج ده 50 متر هات لي ارتفاع التل الأقرب متر. بقت مسألة عادية جدا. سمي لي بس الكلام ده أ ب ج د ه مثلا. خلاص. اولا لو دي 50 يبقى دي 50 برضه. ماشي. طيب بعد كده يا هندسه احنا عايزين نجيب ارتفاع التل. ارتفاع التل بص بقى معايا وركز. انا دلوقتي المثلث اللي هو ا د ج معايا ضلع ومعايا الزاويه المقابله ليه. فهنجيب الضلع ده اللي هو الالف ج. هنجيب الضلع ا ج. ازاي يا هندسه؟ بص وركز. هنقول 50 على جذر الزاويه اللي قصاده. انا شغال دلوقتي في المثلث ا ج د. خلاص. فنقول 50 على جذر الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 8 هيساوي الضلع ا ج اللي انا محتاج اجيبه على جهه الزاويه اللي قصاده. خلي بالك ان دي 90 ودي 22 يبقى الزاويه دي كلها 90 و22 يبقى 112. يبقى دي جايه 112 درجه. يبقى عشان اوصل للالف ج هضرب مقص. يبقى 50 جا 112 على جا 8. كويس قوي. عايز تسيبها سيبها بس انا هكتبها واسيبها على الاقل. يبقى 50 ساين 112 على ساين كام؟ 8.
هذا الكلام ب 333.1 تقريبا متر. بعد كده الموضوع سهل بقى، اشتغل في المثلث أ ب ج. هاخد برضو الضلع أ ج اللي أنا لسه جايبه على جهة الزاوية اللي قصاده اللي هي جهة 90، هيساوي الضلع اللي أنا عايزه الألف ب كله اللي هو ارتفاع التل على جهة الزاوية اللي قصاده جهة 30. جهة 90 أصلا بواحد، يبقى إذا الألف ب 333.1 في جهة 30. طبعا أنا سايب الرقم على الآلة فهنضربه في ساين 30، فهذا الكلام ب 166.55 يا هندسة. هو عايز مني الأقرب متر، فالخمسة دي هتزود يبقى 167 متر. 167 اللي هو الاختيار دي. خلاص كده، يلا بينا. السؤال اللي بعده ده سؤال على الدوال المثلثية لمجموع وفرق زاويتين، وبرضه سؤال مهم جدا جدا. بيقول لي إذا كان ظ س ناقص زتا 55 على 1 زائد ظ س زتا 55 بيساوي 1. القانون لازم يبقى كله ظا، فهنا الراجل بيلعب لعبة احنا وضحناها كتير، إن زتا زاوية بيساوي ظا المتممة اللي هي ظا 90 ناقص 55، اللي هي ظا 90 ناقص 55 يبقى 35. يبقى انا هشيل كل زاتا واحط ظا 35، يعني اصبح المساله ظا س ناقص ظا 35 على 1 زائد ظا س ظا 35 بيساوي 1. طب ما ده قانون الظا لفرق زاويتين، الزاويه الاولى س نفس الاشاره سالب، الزاويه الثانيه 35 بيساوي 1. ممتاز جدا. طيب خلي بالك ان الظا موجبه في الربع الاول والربع الثالث. في الربع الأول شيفت تان واحد ب 45 درجة، في الربع الثالث 180 و45 225 درجة. يبقى أنا عندي احتمالين، إن س ناقص 35 بيساوي 45 وس ناقص 35 ب 225. هنودي دي يبقى السين 35 و45 يبقى 80 درجة، ومن هنا هيبقى السين هودي دي هندسة يبقى 260 درجة. خلي بالك ان هو قال لك س ما بين صفر وباي يعني اخرها 180، فهذا الكلام مرفوض، يبقى الس ب 80 درجه. طب هو عايزها بالدائري ما يضرش، ادي ال 80 اقسمها على 180 واضرب في باي يا هندسه، بس كده. يعني 80 على 180 ب 4 على 9، يعني دي 4 باي على التسعة. يبقى الاجابه 4 باي على التسعة فقط، اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ب. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان قانون دي متتابعه هندسيه. بص يا هندسه، ده برضو دي متتابعه هندسيه، لو جايه لك ماشي، مش جايه لك خلاص. بيقول لي فان مجموع عدد لا نهائي من حدودها ابتداء من الحد الاول. طيب بص يا هندسه، اولا هنجيب الالف، الالف ده اللي هو الحد الاول، هنعور عن النون بواحد، يبقى دي 3 في 2 اس سالب 1، يعني 3 في نص ب 3 على الاثنين. وهنبتدي نجيب الحد الثاني، يبقى ده عباره عن 3 في 2 أس سالب 2، 2 أس سالب 2 بربع يبقى 3 أرباع. هنبتدي نجيب الر اللي هي أي حد على اللي قبله، وليكن الحد الثاني على الحد الأول، يعني 3 أرباع على 3 على الاثنين يا هندسة. ماشي، 3 أرباع على 3 على الاثنين، فيطلع بالنسبة لي نص. تمام كده؟ حلو. يبقى المجموع لما لا نهاية عبارة عن أ على 1 ناقص ر. الألف يا هندسة 3 على الاثنين على 1 ناقص النص، بس كده. 3 على الاثنين اللي هي 1 ونص على 1 ناقص نص، فيطلع ب3. يبقى المجموع لما لا نهاية بيساوي كام يا هندسة؟ بيساوي 3. السؤال اللي بعده يا هندسة سؤال بقى في الأوساط الحسابية في غاية الأهمية. بيقول لي إذا كان مجموع الوسطين الثاني والرابع، الوسط الثاني أ زائد 2 د، خلي بالك ده وسط مش حد، لو كان الحد الثاني يبقى أ زائد د، إنما ده الوسط. الوسط الرابع أ زائد الأربعة د من متتابعة بيساوي 12. ماشي، أ وأ يبقى 2 أ، 2 و4 يبقى 6 د بيساوي 12. هنبتدي نقسم هذه المعادلة كلها على الاثنين، فيفضل معايا أ زائد 3 د بيساوي 12 على الاثنين فيها 6. دي كده أول معادلة معانا. والوسط السابع اللي هو أ زائد 7 د،
يزيد يعني ناقص عن الوسط الثالث اللي هو أ زائد الاتنين د بمقدار 4. يبقى أنا دلوقتي معايا أ زائد 7 د ناقص أ ناقص 2 د بيساوي 4. طب ما الألف مع السالب أ 7 ناقص 2 يبقى الخمسة د يا هندسة بيساوي 4. خلاص؟ زي الفل جدا. طب ثواني عشان احنا غلطنا هنا غلطة بسيطة. هو ده الوسط الثالث ماشي؟ أ زائد 3 د. خلاص؟ تمام. يبقى أنا معايا أ زائد 7 د ده الوسط الثابت ناقص أ ناقص 3 د بيساوي 4. دي طارت مع دي 7 د ناقص 3 د يبقى ال 4 د بيساوي 4 على 4 على 4 مع السلامة يبقى الدال بكام؟ يبقى الدال بواحد. عايز الألف روح عوض هناك ها يبقى أ زائد 3 د يعني 3 في 1 ب3 بيساوي 6. ارمي التلاتة يبقى الألف 6 ناقص 3 ب3. يبقى إذا المتتابعة بتاعتي 3 بتزيد 1 3 4 5 وهكذا. متتابعة بسيطة جدا اللي هو الاختيار ألف. خلاص كده هندسة زي الفل. دول كده أول 12 سؤال اختر. تعال نشوف سؤالين مقاليين في غاية الأهمية. أوجد عدد الحدود اللازم أخذها من المتتابعة الحسابية ابتداء من الحد الأول ليكون المجموع 120. أولا هنبتدي نجيب الألف اللي هو الحد الأول 25. الدال أي حد ناقص اللي قبله يعني مثلا 23 ناقص 25 يبقى الدال بسالب 2. القانون بيقول لك إن ج ن عبارة عن ن على الاتنين في 2 ألف زائد ن ناقص الواحد مضروبة في الدال. أنا عايز يكون المجموع 120 هيساوي ن على الاتنين 2 ألف هضرب 2 في 25 مظبوط؟ أهي 2 في 25 زائد ن ناقص الواحد مضروبة في الدال اللي هي سالب 2. زي الفل زي الفل جدا. بص يا هندسة أنا مثلا بحب أسحب 2 عامل مشترك من دول وأطلعها بره. يبقى ال 120 هيساوي ن على الاتنين سحبت 2 عامل مشترك. 25 في 2 على الاتنين يفضل 25 وهنا لما أقسم على الاتنين هيفضل سالب 1 يعني دي زائد ن ناقص الواحد مضروبة في سالب 1. أنا شغال بالراحة خالص. مبدئيا دي تقوم طايره مع دي يبقى هيفضل لي ان ال 120 بيساوي ن افتح قوس. هنا معايا 25 السالب هيخش على القوس يبقى سالب ن وسالب في سالب يبقى موجب 1. 25 زائد 1 يبقى 26 ناقص ن. حلو. يبقى اذا ال 120 بتساوي ن في 26 ب 26 ن ونون في سالب ن بسالب ن تربيع. دول كده هنرميهم الناحيه الثانيه باشاره مختلفه. يبقى معايا ن تربيع بالموجب سالب 26 ن وال 120 زي ما هي بتساوي صفر. هنبتدي نعمل مود 5 3 1 سالب 26 120 فهيطلع معايا ان ن بيساوي 20 او ن بيساوي 6. طب ينفع اخد الاثنين؟ الاثنين بالموجب. طيب ما معنى ان مجموع اول 6 حدود ب 120 ومجموع اول 20 ب 120؟ دي احنا قلناها بفضل الله في المقالي ووضحناها كتير جدا. قلنا ان انا ببقى معايا حدود سالبه بتلغي الموجبه. يعني مثلا ايه؟ لما يبقى معايا متتابعه مثلا عامله ازاي؟ بسيطه اهي 3 2 1 سالب 1 او خليها صفر سالب 1 سالب 2 سالب 3 مثلا. خلاص؟ مش دي متتابعه؟ ممكن تجمع لي اول 7 حدود لما تيجي تجمعهم هيطلع لك بصفر. طيب ممكن تجمع لي من ده لده او مثلا عندك متتابعه مثلا بادئه كده سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 صفر مثلا بعد كده 1. انت فاهم؟ انا مثلا اما اجي اجمع ففي حدود سالبه هتطير مع حدود موجبه فيديك ان مجموع اول 6 مثلا ب 120 ومجموع اللي بعدهم 120 لان في حدود هتطير مع بعض. هي دي الفكره بتاعتها بس. فهي دي الفكره ان ممكن يبقى معايا عدد حدود يطير عدد حدود فطالما الرقمين طلعوا بالموجب خدهم وانت مطمن ما تقلقش. اللي بعده بيقول لي اذا كان ص بيساوي ع اس 3 ناقص 5 وع بيساوي كذا فاوجد د ص د س ثم اوجد قيمته لما س بواحد.
دي ممكن تحل سلسله وممكن تحلها بالتعويض، الاثنين تمام. طيب لو انا هحلها بالسلسله يبقى ده لصاد ده لسين، هنعمل شرطتين كسر ما بينهم في، هنا ده لصاد وتحت ده لسين، مين اللي داخل عليهم؟ العين، يبقى هنا ده العين ده العين. ده لصاد ده العين، يعني انا معادله معايا صاد في العين، هشتق بالنسبه للعين اللي هي دي. مشتقة العين أس 3، هنزل أس 3 واكتب العين وأقلل من الأس 1 يبقى 2، ومشتقة السالب 5 بصفر في. الدال عين ده لسين، هشتق دي بالنسبة لسين، هضرب 2 في 2 يبقى 4، وأدي السين قللت من الأس 1، ومشتقة السالب 3 س بسالب 3. خلاص زي الفل. لو أنا عايز أبسط الشكل ده يبقى 3 وبعدين 4 س ناقص 3 أهي، وبعدين عين تربيع، العين اللي هي 2 س تربيع ناقص 3 س الكل أس 2. شلت كل عين وحطيت مكانها السين. يبقى دي بالنسبة لي هندسة الدال صاد دال س في أبسط صورة ليها. خلاص حلو. بعد كده هندسة أنا عايز من حضرتك القيمة لما السين بواحد. ماشي. يبقى ده عبارة عن 3 في 4 في 1 ب4 ناقص 3 يبقى 1 في 2 في 1 تربيع ب2 ناقص 3 في 1 ب3 أس 2. يبقى ده عبارة عن 3 في 1 2 ناقص 3 سالب 1 سالب 1 تربيع بواحد، يبقى الإجابة في الأخير 3. خلاص؟ من الأسئلة المهمة جدا جدا في قاعدة السلسلة. ده يعتبر كده النموذج الأول في كتاب المعاصر، شارحينه مش حلقينه. فهمت كل تفصيلة، راجعنا كل حاجة، واعتبر راجعنا القوانين كلها، وهنأكد عليهم تاني بالنموذج التاني. النموذج 2 بيقول لي مع حضرتك دي متتابعة حسابية، هات لي قيمة السين. تمام. نجيب هنا السين ازاي؟ أنا عارف إن الدال هي أي حد ناقص اللي قبله، يعني ده ناقص اللي قبله، يعني س ناقص 29، وفي نفس الوقت ده ناقص اللي قبله، يعني 95 ناقص 3 س. بس كده. هودي السالب 3 س، يبقى معايا 3 س وس يبقى 4 س. وهنجيب دي هنا يا هندسة، يبقى أنا معايا 95 زائد 29 يبقى 124 على الأربعة على الأربعة مع السلامة، يبقى السين بتساوي 124 على الأربعة، يبقى قيمة السين ب31. السين ب31. خلي بالك أحيانا بيقول لك هات لي الدال، يبقى الدال 31 ناقص 29 ب2، إنما هو بيسألنا عن قيمة مين؟ قيمة السين. اللي بعده بيقول لي قيمة المتسلسلة دي. والله يا هندسة المتسلسلة دي أنا ممكن أكتبها على الآلة. تمام؟ هعمل يا هندسة زرار السمشن، وبعدين هكتب 3 ألفا إكس ناقص 1، والحدود من أول 3 لحد 7. فالآلة مباشرة طلعتها لي ب70. واحد تاني هيعمل طريقة المفكوك، إن هو هيعوض ب3، يبقى 3 في 3 ب9 ناقص 1 8. هيعوض ب4 يبقى 3 في 4 ب12 ناقص 1 يبقى 11. خلي بالك ان هي بتزيد 3 بتزيد 3، ودي حسابيه اصلا، يعني اللي بعدها يبقى 14 اللي هي ايه؟ 3 في 5 ناقص 1، اللي بعدها 17 3 في 6 ناقص 1، اللي بعدها يا هندسه 20 اللي هي ايه؟ 3 في 7 ناقص 1. بس تبتدي تجمع لي دول يطلع 70، يبقى 8 زائد 11 زائد 14 زائد 17 زائد 20 يبقى 70. الحل الثالث وده مش هنستعمله الا لو جت اختر، الا لو جت مقالي معذره، ان انت هتقول لي دي سمشن من ر بتساوي 1 لحد السبعه 3 ر ناقص 1. يبقى انا جمعت من الاول للسابع ناقص، هشيل اول 2 وابتدي بقى استعمل القوانين بتاعه المفكوك، ولكن انا مش مضطر اعمل دي تماما يا هندسه، مش مضطر اعمل دي. انا عملت بالاله الحاسبه، عملت بطريقه المفكوك لان عدد الحدود بسيط، مش مضطر اعمل دي تماما باذن الله تعالى. اللي بعده بيقول لي دالة س بيساوي الكلام ده، فإن ر شرطة س. عشان أوصل لر شرطة س هشتق مشتقة دالة س، يبقى د شرطة س في مشتقة اللي جوه القوس بواحد. أدي 5 ثابت، ومشتقة الر س بر شرطة س ومشتقة اللي جوه القوس بواحد، ومشتقة ال20 بصفر. هو عايز ر شرطة س، هقسم هنا على 5 وهنا على 5، فده هتروح، يبقى إذا ر شرطة س هيساوي د شرطة س على 5 اللي هي خمس د شرطة س. خلاص؟ يبقى الإجابة خمس د شرطة س اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار د.
خلاص؟ جميل جدا. بيقول لي يا هندسه الداله اللي قدامك دي هل هي متصله؟ المهم هو بيبحث الاتصال وقابليه الاشتقاق. اول حاجه ابحث الاتصال. هبتدي اجيب لك داله الواحد يمين، يلا بسم الله. اللي هو س اكبر من الواحد، هنا 4 في 1 ب4 ناقص 1 ب3. وابتدي اجيب لك داله الواحد يسار، ها اللي هي هنا يبقى 1 تربيع ب1 زائد 2 في 1 ب2 يعني 3. وعلى فكره داله الواحد ب3 لان شرط اللي يساوي فوق. طالما دول قد بعض يبقى مبدئيا هي متصله. هل هي متصله تبقى قابله للاشتقاق؟ لا مش شرط، بس احنا هنستبعد كلمه غير متصله دي. طيب اعرف قابليه الاشتقاق ازاي؟ سهله. هنبتدي نجيب لك د شرطه واحد يمين اهو، هشتق دي مشتقه الاربعه س ب4 ومشتقه السالب 1 بصفر. طب د شرطه واحد يسار، هشتق دي مشتقه السين تربيع ب2 س ومشتقه ال2 س ب2. تمام جدا. وبعدين هبتدي اعوض عن السين بواحد، 2 في 1 ب2 زائد 2 4. فهنا المشتقه اليمنى بتساوي المشتقه اليسرى عند الواحد، يبقى بالتالي الداله دي قابله للاشتقاق، يبقى متصله وقابله للاشتقاق اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار ب. هنا بيقول لي في الشكل المقابل الظا س بكام؟ تمام جدا. طيب بص يا باشا، دي 5 ودي 5 ودي 90، يعني ده مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين، يبقى دي 45 دي 45. هنبتدي نحسب ظا الزاويه دي كلها مع بعض، اللي هي ظا س زائد 45، لان دي في مثلث قائم الزاويه. خلي بالك ان دي 7 و5 12 ودي 5، فالظا مقابل على مجاور يبقى 12 على 5. ممتاز. ما هي دي بتتفك لظا س زائد ظا 45 على 1 ناقص ظا س ظا 45 بيساوي 12 على 5. تمام. الظا 45 خلي بالك بواحد، يعني انت معاك في البسط ظا س زائد 1 على 1 ناقص ظا س ب12 على 5. اضرب مقص يبقى 5 ظا س زائد 1 في 5 ب5 هيساوي 12 في 1 ب12 ناقص 12 ظا س. هنودي دي يبقى 5 و12 يبقى 17 ظا س. هنجيب دي يبقى 12 ناقص 5 7 على 17 على 17 مع السلامة، يبقى إذا ظا س ب7 على 17. سؤال محترم جدا جدا وناقشناه في الدرس كتير. يبقى 7 على 17 اللي هو الاختيار ألف. اللي بعده بيقول لي إذا كان متوسط التغير في د بيساوي 2 و4 عندما تتغير س من 4 على 4 و2 فإن التغير في د. بص يا هندسة، متوسط التغير هو بيساوي دالة التغير على التغير. فالراجل أصلا عايز منك دي. أصلا دالة التغير فوق، طالما أنا معايا رقمين يبقى هو دالة 4 و2 ناقص دالة الأربعة على هي اللي هي 4 و2 ناقص مين؟ ناقص الأربعة. فهو عايز البسط ده، فأنت ممكن ما كنتش تفكها، بس أنا فكيتها بس عشان أوريك إن هي والتاء ها. بص من الآخر، هو عايز التغير في د اللي هي فوق دي، يبقى تاء ها هيساوي ده في ده، يعني هيساوي الهي مضروبة في متوسط التغير بس. الهي اللي هي 4 و2 ناقص 4 اللي هي 2 من 10 في متوسط التغير 2 و4 من 10 بس كده. يبقى 2 من 10 في 2 و4 هذا الكلام ب 48 من 100. 48 من 100 اللي هو الاختيار مين يا هندسة؟ الاختيار. اللي بعده بيقول لي متتابعة حسابية حدها الأول بيساوي مجموع، طبعا دي هندسية فدي برضو بالنسبة للطلبة اللي هيجي لها، ودي متسلسلات على فكرة كمان، دي بالنسبة للناس اللي متسلسلات داخلة معاها. متتابعة هندسية حدها الأول اللي هو ألف بيساوي مجموع الحدود التالية إلى ما لا نهاية. يبقى يجيب ما لا نهاية بداية من الحد الثاني، لأنه بيقول لك إيه؟ بيقول لي هندسة الحدود التالية لها. ماشي، حليناها كتير. يبقى الألف بيساوي، أنا بادئ من الحد الثاني يبقى هنا ألف ر على 1 ناقص ر. الألف هيروح مع الألف هنا الناتج بواحد، يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى ر بتساوي 1 ناقص الر. هنودي دي يبقى ر ور يبقى 2 ر بيساوي 1
على الاتنين على الاتنين مع السلامة، يبقى الر بكام؟ يبقى الر بنص. يبقى إذا الأساس بتاعنا بيساوي نص، اللي هو الاختيار مين يا هندسة؟ الاختيار أ. اللي بعده بيقول لي إذا كان س 7 ص في تتابع حسابي. حلو. دول في تتابع حسابي؟ أيوه. يبقى أنا بالنسبة لي إن ضعف اللي في النص بيساوي مجموع الأطراف، يعني س زائد ص بيساوي 14 يا هندسة. ممتاز جدا. طيب. بيقول لي وكان س زائد 2 5 ص ناقص 6 في تتابع هندسي، يبقى مربع اللي في النص بيساوي حاصل ضرب الأطراف. يعني أنا بالنسبة لي س زائد الاتنين مضروبة في ص ناقص 6 بيساوي 5 تربيع ب25. أحل دي إزاي؟ خليها في مجهول واحد من الأول. أعمل إيه يعني؟ أقول لك لو أنا وديت السين الناحية التانية يبقى الصاد بتساوي 14 ناقص س. خلي دي كده معاك. خلاص؟ حلو. يبقى أنا دلوقتي يا هندسة دي س زائد الاتنين. الصاد 14 ناقص س ناقص 6 25. يبقى أنا معايا س زائد الاتنين. 14 ناقص 6 8 ناقص س بيساوي 25. هنبتدي نعمل دي بقى. يلا س في 8 ب 8 س، س في سالب س بسالب س تربيع، 2 في 8 ب 16، و2 في سالب س بسالب 2 س ب 25. شايف السالب س تربيع وديها الناحية التانية تبقى موجب س تربيع. هنا 8 س ناقص 2 س يبقى كام يا هندسة؟ يبقى 6 س. لما تروح الناحية التانية يبقى سالب 6 س. وال16 لما وديها هناك يبقى 25 ناقص 16 يبقى موجب 9. هذا الكلام بيساوي صفر. هتبتدي تحلل المقدار ده هيطلع معاك س ناقص 3 في س ناقص 3 يعني مربع كامل. هذا الكلام بصفر. ومنها يبقى الس بكام؟ يبقى الس ب3. تقوم جاي هنا بقى معوض، يبقى الصاد 14 ناقص س يعني 14 ناقص 3 11. يبقى انا كده الحمد لله وصلت للسين ووصلت للصاد بطريقه سهله. الراجل عايز مني صاد ناقص س يعني 11 ناقص 3 يبقى بيساوي 8 اللي هو الاختيار ده. حل بسيط جدا بدون تعقيد تمام. اللي بعده بيقول لي اذا كان معاك متتابعه حسابيه مكونه من 15 حد، حدها الاوسط بكذا فان مجموع الحدود. احنا قلنا في قانون مهم جدا. مش احنا عارفين ان نجيب نون هي عباره عن نون على الاثنين في الف زائد لام؟ وقلنا احنا ممكن نعملها تعديل بسيط نخليها الف زائد لام على الاثنين في نون. طب ما هو الحد الاول مع الاخير على الاثنين ده اسمه الحد الاوسط في النون اللي هو عدد الحدود. وهنا استنتجنا قانون مهم جدا. لو معايا الحد الاوسط تضربه في عدد الحدود تجيب المجموع. طب ما خلاص انا معايا الحد الاوسط ب 23 وعدد الحدود 15. 23 في 15 ب 345 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار أ يا هندسة بإذن الله. اللي بعده بيقول لي إذا كان أ وباء زاويتين حادتين ظا أ بكذا ظا باء بكذا فإن أ زائد باء. طالما أنت واخد الظا فتعالى نحسب ظا أ زائد باء اللي هي عبارة عن ظا أ زائد ظا باء على 1 ناقص حاصل ضربهم. ظا أ ب5 على 6 ظا باء ب1 على 11 على 1 ناقص 5 على 6 في 1 على 11. طبعا ما تتعبش نفسك كل ده على الآلة. 5 على 6 زائد 1 على 11 في 1 ناقص 5 على 6 في 1 على 11. هذا الكلام بواحد. طبعا هتعمل شيفت تان واحد فانت عندك يا اما أ زائد باء ب 45 يا أ زائد باء في الربع الثالث ب 225. بس هو قال لك ان هي زوايا حاده فده مرفوض لان ما ينفعش، لان زوايا حاده يبقى عمرهم ما يعدوا 180 يبقى دي 45 اللي هو الاختيار ج. مجموعهم مش هيعدي 180. الزاويه الواحده ما تعديش 90 يبقى مجموعهم هما الاثنين ما يعديش 180 يبقى الاجابه 45. اللي بعده بيقول لي د س يعني اشتق بالنسبه لس الكلام ده بس سهل قوي. ها اضرب الاثنين في 3 يبقى 6 وادي السين ومشتقة ال5 س ب5 دي د ص د س اصلا.
وعايز الكلام ده لما س بسالب 1، يبقى ده عبارة عن 6 في سالب 1 بسالب 6 زائد 5، يبقى سالب 1. يعني سؤال مباشر جدا جدا يا هندسة، وحله بكل بساطة. اللي بعده بيقول لي متتابعة مجموع ن حدا الأولى منها بيعطى بالعلاقة دي فإن الحد الخامس. الفكرة دي بص بتيجي في الامتحانات كتير جدا. طالما أنت مديلي قانون المجموع فلازم تبقى عارف إن الحد الخامس هو عبارة عن ج 5 ناقص ج 4. اجمع أول 5 حدود، يعني عوض عن النوع ب5 يبقى 5 تربيع ب25 ناقص 2 في 5 ب10 ناقص أول 4 ليه 4 تربيع ب16 ناقص 2 في 4 ب8. بس كده. 25 ناقص 10 يبقى 15، 16 ناقص 8 8، 15 ناقص 8 7. يبقى إذا الحد الخامس بيساوي 7 اللي هو الاختيار د. كده خلصنا ال 12 اختر التانيين، هنركز على المقالي. أول سؤال مقالي برضه للطلبة اللي هيجي لها متتابعة هندسية. لو أنت مش جاي لك متتابعة هندسية عدي السؤال ده. متتابعة هندسية متناقصة، ماشي. مجموع الحدين الأول والرابع 70. الأول اللي هو ألف والرابع اللي هو ألف ر أس 3 ب70. ممكن أسحب الألف عامل مشترك فيفضل لي 1 زائد ر أس 3 بيساوي 70. وخلي بالك إن ده مجموع مكعبين، ممكن أفكه لو احتجته. مجموع الحدين التاني اللي هو ألف ر والتالت يا هندسة اللي هو ألف ر تربيع ب60. ماشي. دي لو احنا سحبنا منها ألف ر عامل مشترك فيفضل لي 1 زائد الر ب60. أوجد مجموع عدد غير منتهي من الحدود ابتداء من الحد الأول. يبقى هو عايز مني يجيب ما لا نهاية اللي هي عبارة عن ألف على 1 ناقص الر. يبقى محتاج الألف ومحتاج الر، بس الموضوع بسيط. بص يا هندسة هنفك دي بقى. دي عبارة عن ألف وبعدين قوس صغير قوس كبير بيساوي 70. الجذر التكعيبي الواحد بواحد، الجذر التكعيبي الر تكعيب ر، مربع الأول واحد، اعكس الإشارة اضربهم في بعض ربع الأخير. دي المعادلة رقم 1 ودي المعادلة رقم 2، وهنبتدي دلوقتي نقسمهم على بعض. بص ألف مع ألف مع السلامة، تمام؟ أنا بقسم ده على ده. مفيش على ر، يبقى أنا معايا ر في المقام أهو. 1 زائد ر هتروح مع 1 زائد ر، 1 ناقص ر زائد ر تربيع على مفيش يبقى فوق 1 ناقص ر زائد ر تربيع هيساوي 70 على 60 يبقى 7 على 6. تاني اقسم كده الألف مع الألف راح، هنا مفيش قسمته على ر يبقى ر في المقام. بعد كده الواحد زائد ر راح مع الواحد زائد ر ودي في البسط، بس احل المعادله دي اوصل للر. اضرب مقص كده يبقى 6 ناقص 6 ر زائد 6 ر تربيع بيساوي 7 من الر. هنبتدي نجيب دي هنا، يبقى انا معايا 6 ر تربيع سالب 6 وسالب 7 يبقى سالب 13 ر زائد 6 بيساوي 0. موت 5 3 6 سالب 13 6. تطلع ان الر ب 3 على 2 والر ب 2 على 3. بص يا هندسه دلوقتي لو انت مركز معايا الر ب 3 على 2 1 ونص 1 ونص والر ب 2 على 3 ده مرفوض عشان هي متناقصه. ليه هي متناقصه؟ اقول لك. لان انت هتبتدي تعمل التاني او سيبها دلوقتي لو انت مش عايز ترفضها واقنعك دلوقتي ان هي مرفوضه. تعال نشوف لما الر ب 3 على 2 الالف بكام. خلي بالك من العلاقه دي ان الالف عباره عن 70 على 1 زائد ر اس 3 عشان نسهل على نفسنا. يبقى انا في اول واحده اجيب الالف ازاي؟ يلا يبقى معايا دلوقتي 70 على 1 زائد ر اللي هي 3 على 2 اللي هي 1 ونص اس كام يا هندسه؟ اس 3. ففي الحاله دي 16. يبقى خلي بالك ان انت المتتابعه 16 بضربها في 1 ونص في 24 اضربها في 1 ونص 36. فدي واضح ان هي بتزيد وهو قال لك متناقصه يبقى احنا هنرفض دي. طب في الحالة التانية الألف بكام؟ ودي الأهم، هتبقى عبارة عن 70 على 1 زائد الر اللي هي 2 على 3 أس 3. هذا الكلام ب 54. دي هتبقى متناقصة، ليه؟ لأن هي 54 بعد كده هتتضرب في 2 على 3 تبقى 36 بعد كده هتتضرب في 2 على 3 تبقى 24. يبقى فعلا هي دي اللي متناقصة يا هندسة.
ده يهمني ارفض ليه بس. يبقى الجيم ما لا نهايه عباره عن الالف اللي هو 16 على 1 ناقص ر اللي هو 1 ناقص كام يا هندسه اللي هو 32. معذره الالف هنا ب 54. احنا شغالين على الحاله الثانيه ده 54 بس. يبقى انا دلوقتي يا هندسه معايا 54 على 1 ناقص 2 على الثلاثة يبقى 162. سؤال مهم جدا جدا في المتتابعه الهندسيه. هنختم يا هندسه بسؤال اشتقاق. اوجد المشتقه الاولى للداله عند س بواحد. ده ضرب دالتين، يبقى انا بالنسبه لي د شرطه س الاولى 4 س تربيع ناقص الواحد في مشتقه الثانيه. هنضرب 3 في 7 يبقى 21 س تربيع ومشتقه السين بواحد زائد الثانيه اللي هي 7 س اس 3 زائد س في مشتقه الاولى. هضرب 2 في 4 يبقى 8 وادي السين واقلل من اس واحد ومشتقة السالب واحد بصفر. دي كده المشتقة. هو عايز الكلام ده لما س بواحد يبقى ده شرطة واحد. 4 في 1 تربيع ب4 ناقص 1 يبقى 3. 21 في 1 تربيع ب21 زائد 1 يبقى 22. زائد 7 في 1 أس 3 ب7 زائد 1 يبقى 7 زائد 1 8. وهنا 8 في 1 ب8. يبقى دي عبارة عن 66 زائد 64. 66 زائد 64 يعني 130 يا هندسة. هي دي المشتقة الأولى عند الس بيساوي 1. بكده بفضل الله احنا خلصنا نماذج المعاصر، النموذجين الخاصين بمراجعة مارس. زي ما قلت لك 90% من المدارس لحد المتسلسلات الحسابية. انت واقف على المتسلسلات الحسابية طنش أي حاجة تخص الهندسية. لو في إدارة أو مدرسة شغالة هندسية يبقى احنا كده غطينا الجانبين بفضل الله. الافضل من وجهه نظري في مراجعه اي شهر ان انت بتكون مذاكر الدروس اللي احنا حليناها من كتاب المعاصر الاخطر والمقالي، معلم على الاسئله اللي انت شايفها مهمه او بتقف فيها، تبتدي تراجعها، تذاكر ملخص بسيط للقوانين، تخش الامتحان تقفله. امتحان الشهر امتحان سهل وبسيط، اهتم بيه وباذن الله مع تعالى ربنا يوفقكم جميعا. ان شاء الله بكره انتظر مني مراجعه التطبيقيه. ربنا معاكم ووفقكم، اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه.